ماذا نعني بتكوين الأعداد، وماذا نعني بتحليل الأعداد؟ تكوين الأعداد يعني تجميعها. تحليل الأعداد يعني تفكيكها. يعني أنا بحلل العدد، يعني وكان عدد قدامي وبحلله، بفككه. أكون العدد، يبقى عندي مجموعة من الأعداد مفردة، وبعدين أستخدمها في إني أكون عدد. يقولك أو كون أكبر كسر من هذه الأعداد، أو كون أصغر كسر من هذه الأعداد. يبقى أنا عندي أرقام مفردة، وباخدها واجمع منها حاجة، اعمل منها حاجة. انما احلل لا، في رقم كبير باخده واكسره، اشوف هو مكون من ايه. يعني مثلا عندي الرقم 231 و705. 231 و705، ده 231 705. هنا 231 705، 231 و705. احنا قلنا كده هنكتب 231 و705. 231 و705 من 1000. 765 من 1000. 765 من 1000. 765 من 1000. طيب، احنا دلوقتي عندنا الأرقام عندنا في مئات 2، وفي العشرات في 3، وفي الآحاد في 1. يبقى ده 231. طيب في الكسور العشرية بقى، في جزء من العشرة، في 7 أجزاء من العشرة، 6 أجزاء من 100، و5 أجزاء من 1000. أهو هنعمل هنا يبقى نقول 2 من المئات، و3 من العشرات، و1 من الآحاد، و7 أجزاء من 10، و6 أجزاء من 100، و5 أجزاء من 1000. يبقى احنا بقى عايزين أحلل الأعداد ده. ده كام؟ ده قد ده ده 80 و7 في الآحاد. ادي 80 اهي، ودي 7، دي 1 من 10، ودي 6 من 100. طيب ده كام؟ ده في العشرات 1، في الآحاد 4. طيب 9، دي 9 من 10، دي 3 من 100، دي 2 من 1000.